الماتش بدأ 4-3-3 المعتادة، وبنلعب في غيط يا جدعان زي ما انتوا شايفين كده، حاجة مرار الصراحة. نبص هنا اللقطة دي بقى يا جماعة. اللقطة دي هنا ندفد نزل مكان مروان عطية، بيقوم بنفس الدور عشان يستلم من المدافعين بتوعنا. الكرة مع ياسر ابراهيم، وما شاء الله بقاله ساعة الا ربع قاعد بيحاول يشوف هيشلت الكرة فين. في الاخر قرر ان هو يلعبها لشوبير، وطبعا احنا كده ما استفدناش، وفرقة مديامة ضغط علينا زي ما انتوا شايفين مفيش مساحة، فهنضطر في الاخر ان احنا نعلي الكرة او نضيعها وتتقطع مننا باي شكل. الضغط اللي احنا شايفينه ادى في الاخر ان احنا مفيش لعيب من عندنا في اي مساحه يستقبل بيها الكوره، وبالتالي كل اللي احنا قاعدين نعمله ان احنا بنلعب كور بالعرض 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 الى ما لا نهايه. واحده من اكتر المميزات اللي ظهرت في الماتش ده هي في ان في الكور الثابته وفي الكورنرات احنا خدنا تقريبا معظم الكور. الشوط الاول كله احنا خدنا الكور المعرضيه كلها والكور الثابته كلها باستثناء كره واحده. اول هجمه منظمه تقريبا نقدر نعملها بنزول تاوني، بص الكره وصلت لامام عاشور ده كروس يا جدعان. يعني ده كروس المفروض ان احنا نعتمد عليه يعني، ولا ايه بالظبط؟ عندنا ده ضغط عالي، ولكن ده ضغط عالي سلبي. بصوا يا جماعه احنا عندنا 5 لعيبه من الاهلي اتضربوا بكره واحده، نص خط النص بقى عريان، الراجل وصل لناحيه اليمين ووصل عندنا بقى كره خطره زي ما انتم شايفين، وكل ده بسبب غلطه ان 5 لعيبه على خط واحد. طب ازاي؟ نركز يا جماعه، هنا امام عاشور بيحاول ينزل يستلم وبيحاول يشوف هيعمل ايه. نبص اللي قدامه ده اللي بيشاور عليه ده كريم ندفد، وعندنا حسين الشحات جنبه هنا هو اللي بعد خط النص. هم عايزين يقولوا له انت بتعمل ايه. كريم ندفد عايز يقول له انت بترجع الكرة ليه ورا، في حين ان انت عندك حسين الشحات فاضي خالص بعد خط النص. بجملة المرار بتاع اختيارات اللعيبة وقرارات اللعيبة بالذات التلت الأخراني ده، مثلا حسين الشحات لعبها لمين؟ يعني لا هو معانا وكذا ميس باص، طبعا الماتش ده من أكتر الميس باصات اللي الواحد شافها في حياته للأهلي في ماتش واحد يعني. نبص بقى لعيب خطير الاهلي النهارده اهو، ضغط حلو قوي، بنضغط عالي بنضغط عالي، ولكن فين بنضغط عليه ب5 لعيبه وعندنا شوارع في خط النص، فبالتالي بيقدروا يوصلوا للدفاع بسهوله. ما هو ده مش منظر ضغط عالي، الفرقه كلها لازم تكون بتكبس كلها الملعب مع بعض. عزيزي المشجع لو ضغطك عالي ما تتفرجش على اللقطه اللي جايه دي. المفروض ان دي رميه تماس، وما شاء الله عندنا 3 4 لاعيبه. نبص بقى الحاج محمد مالديني عبد المنعم بيهبب ايه. اللعيب ازاي؟ المفروض ان انا عندي مدافع دولي بيتقال عليه احسن مدافع في مصر واحسن مدافع داخل افريقيا، ويتلف بيه من لعيب ب 2 جنيه بالمنظر ده. انت بتعمل ايه؟ متقمص دور رامي ربيعه ليه؟ ادي اخره النفخ في اللعيبه يا جدعان. يظل امام عاشور هو الوحيد من خط النص عندك اللي مختلف، هو اللعيب اللي تقدر تعتمد على انه يطلع بالكوره ويحاول يعمل حاجه، بس للاسف لازم يكون في حد معاه، ولازم هو يركز اكتر من كده في الباصات بتاعته. خلصنا احنا بقى يا عزيزي من عبد المنعم في الدفاع، يطلع لنا الحاج حسين الشحات في الهجوم. كابتن حسين الشحات ضيع فرصه ما تضيعش من لعيب، يعني مش عارف اقول ايه، ما يضيعش من لعيب ناشئ. بصوا يا جماعه يعني انت اتلعبت لك حلو وموديس تتحرك حلو، انت بتعمل ايه يابا؟ نركز بقى يا عزيزي المشجع الاهلاوي اللي هيجيله المرض من اللي بيحصل. محمد هاني بيدي للعيب نفس الزاويه وبيعدي واللعيب بيرقصه عادي جدا مفيش اي حاجه، ومصر كلها عارفه ان اللعيب هيرقصه، ومصر كلها عارفه ان محمد هاني مش هيعرف ياخد الكوره ما عدا محمد هاني نفسه. حرام كده وربنا. بيستمر بقى طبعا موال ان احنا بنباصي بالعرض ومش عارفين نكسر الضغط بتاعهم. اللعيبه عندنا بتستلم غلط، بتطول منهم، بنباصي غلط، تمام، بيبقى النتيجه ان احنا بيتعمل علينا هجمات خطيره زي ما احنا شايفين، وننفذ مثلا مكوره زي كده كانت ممكن اي حكم عادي يعني فرصه ان مفيش فار يحسبها بنالتي عادي، مفيش اي مشكله خالص. طبعا الفاول ده ما شاء الله شوبير وحش، دي كور من اللي بتدخل في الشناوي مؤخرا عادي يعني جدا، ما بنقللش من الشناوي، بس الكره دي كانت ممكن تدخل فيه هو عادي جدا مفيش حاجه يعني. وزي ما قلنا من الاول احنا معظم الكور الركنيات والكور الثابته احنا خدناها او شوبير عرف يطلع عليها، ما عملتش علينا خطوره طول الشوط الاول باستثناء كره واحده هتيجي كمان شويه. اكمالا بقى المسلسل الهابط من محمد عبد المنعم. نبص كده يا جماعه الهجمه دي بدات ازاي.
وانتهت ازاي وكانت ممكن نلبس فيها جون بسهوله جدا. اللعيب عادي وصلت الكرة، اللعيب لف لمحمد عبد المنعم عادي مفيش اي مشكله خالص. حظه الحلو ان اللعيب ده ما احسنش التصرف، وانه رجع، وان اللعيب فضل ان هو يرفعها بدل ما يلعبها اللعيب فاضي في ال 18 من عندهم، نتيجه ان اللعيب برضه عرف يلف بمحمد عبد المنعم. وضربة ركنية، وبرضه بناخدها كالعادة زي معظم الكور اللي جات لنا اللي جات علينا الشوط الأولاني، ودي من أهم المميزات النهاردة. وكالعادة قرارات برضه غلط. كرة زي كده كريم نيدفيد فاضي اهوت لوحده معهوش حد، ما تبصيله الكورة وقدامه مساحة كبيرة وفي مسافة ما بينه وما بين أقرب لعيب له. بصوا هنا هيتجنن الولد. دي الكرة العرضية الوحيدة اللي احنا معرفناش ناخدها، ومع ذلك كان اللعيبة بتاعتنا المدافع مزاحم المهاجم عادي، وده مأدى ان احنا في الاخر الكرة ما كانش فيها اي خطورة علينا، ودي من المميزات النهاردة برضو. بجملة الهم بقى الكابتن عبد المنعم مالديني طبعا زي ما انتم شايفين عمل واحدة برضو من العك، ودي كانت تاني عكة له الشوط ده. وما شاء الله حظنا حلو ان واحد زي ياسر ابراهيم بيلعب معانا، لان ياسر ابراهيم مستواه هو اللي شايل الدفاع مش محمد عبد المنعم. ويا ريت بقى ان احنا نحاول نشوف، هو لو عايز يحترف ماشي، هو عايز بقى يروح نادي تاني عايزين نفهم فيه ايه، لان كده دماغه غلط خالص علينا احنا يعني. ودي اخطر كورة علينا الشوط الاولاني في الكور العرضية، دي الحاجة الوحيدة اللي طلعت غلط، وهنشوف دلوقتي الغلطة فين. نركز كده يا جماعه في الكوره بقى. عندنا في لعيب واقف ورا كريم نيدفيد اهو، اللعيب ده نركز مع حركته. عندنا اتنين لعيبه ورا معلول من ضمنهم واحد قدام السوليه. الكوره بتتلعب عادي جدا مفيش اي حاجه. نبص بقى اللعيب اتحرك، اللي شاط الكوره ده يا جماعه هو اللي كان في ظهر نيدفيد. نيدفيد ساب الولا بيتحرك من وراه عادي جدا، وكان ممكن نلبس جون. فيا ريت، هو طبعا له عذره ان هو لسه ما لسه راجع وكلام من ده، بس لازم ياخد باله الكوره دي كانت ممكن تبقى جون بسهوله. نبص هنا بقى يا جماعة على حاجة ياما ناس اتكلمت عليها سواء انا او غيري. نبص احنا جايبين موديست ليه؟ انا جايب لعيب راس ماله والحاجة اللي هو بيعرف يعملها انه بيلعب بدماغه بس، وانه بيتحرك جوه ال 18 عشان ياخد اي كرة عالية. طبعا احنا للاسف لا بنديله كروسات ولا بنعمل حاجة. نبص الكروس الوحيد العدل اللي هو عمله، بص هو اتحرك ازاي ما بين الاتنين لعيبة، وحظه ان هي خبطت في الرجل الثابتة. ودي هجمه من اللي احنا متعودين عليها، معلول لامام، عندنا مودست وطبعا قلشت وطلعت بره. بس هي دي الفكره، ان انا العب بالطريقه بتاعتي بدل ما انا قاعد. لا احنا بطريقه لعبنا، لا احنا بنضغط ولا احنا بنستقبل لعب. الكره سهله عندنا، معلول لعبها لامام ريحها، مودست شاط. احنا عايزين نكتر من الموضوع ده. نبص بقى الغلطة كده، نركز على اللعيب اللي هيبقى عليه السهم ده يا جماعة الخير، ونشوف اللعيب ده. طبعا اللعيب ده قدامه فدان فاضي. نركز اللعيب ماشي 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 ولا بيدي زي ما انتم شايفين. فين اقرب واحد ضغط عليه؟ مودست. طب ازاي يا جماعة؟ فين بقية خط النص؟ فين بقية اللعيبة؟ ازاي اجيب مودست من عند ال 18 اخليه هو اول لعيب هنا بيضغط؟ حاجة من الحاجات الغريبة اللي حصلت جدا الماتش ده الصراحة. حاجة من ريحة الأهلي اللي احنا عارفينه، وهي فكرة إن تاو ينزل لخط النص ويلعب كورة عرض عكسية سواء للشحات أو لمعلول. الكور دي يا جماعة برضو من النوادر اللي هي ما اتكررتش، وده لازم إن احنا نحاول نشوف فيه إيه المشكلة عشان نقدر نعالجها. وطبعا في واحدة من محاولات عبد المنعم ان احنا نلبس جون، نبص كده يا جماعة برضو الغرور والثقة الزايدة وعدم التركيز وعدم يعني، والحمد لله على نعمة ياسر ابراهيم والله يا جماعة، وعادي جدا ولا كأنه عمل اي مشكلة ولا كأنه حس ان في غلط اصلا يا جماعة. ومن المرات القليلة اللي احنا نضغط صح، وان احنا فعلا نحاول نحجم الفرقة دي. بنضغط عادي الحمد لله، بنضغط كلنا أربعة تاو، والكرة مش مظبوطة عندنا إمام، نلعب الكرة عادي تاو معاه الكرة بقى أهو. نلعب بقى نركز طيب إن احنا نبص إزاي، أو نشوف اللعيبة عاملة إيه. لكن طبعا قلة تركيز واضحة، وطبعا مستوى غير ثابت من تاو للأسف يعني. طبعا انا ما عنديش مانع ان احنا نعتمد على كور طويله، بس بشرط ان احنا نلعبها صح. يا ريت نفتكر لما كنا ايام جوزيه كان بيلعب برضه ساعات كور طويله، ومن فلافيو لمتعب وتنزل مثلا زي جون الصفاقسي لابو تريكه. احنا هنا بنلعب كور طويله لمين؟ للشحات يا جماعه، لاثر لعيب في الملعب. طب ازاي؟ ما انا ما عنديش حد، مش مثلا بلعب على موديست وراه اتنين تلاته طالعين معاه. احنا يعني ده انا رايي ان ده ارهاق او تعب او استسهال، انا ما اعرفش الصراحه. نركز بقى يا جماعة الخير في كورة زي ما انتوا شايفين كده. الكرة مرتدة، هاني بقى المفروض يلعب لتاو، العب برضه اتأخر برضه طبعا هاني جدا، وجاي بيلوم الحكم. يا ابني انت اتأخرت، بصوا يا جماعة خلاص واضحة اوفسايد، انت من قبلها بخطوتين لازم تكون لاعبها له يروح انفراد. برضه من ضمن القرارات الغريبة بقى يعني.
نبص بقى يا جماعة الخير للهجمة دي، ادي الهجمة بتاعت مديامة، وعندنا في لعيب مع عمرو السولية اللي كان عليه الدايرة ده. نركز بقى اللعيب ده هيبقى فين والسولية فين. اللعيب سرق السولية خالص. نبص الدايرة بقت فين، اللعيب سرق السولية بقى عنده فدان في ظهر السولية خالص، والفرقة اتضربت كلها بخط واحد. اللعيب قدر ان هو طبعا مساحة ما بينه وما بين اقرب لعيب بيحاول يضغط عليه في خط النص كبيرة. اللعيب براحته، لولا ان هو اتصرف غلط بس وخد فاول ما كانت زماننا ممكن نروح بهجمة مرتدة عادي يعني. وزي ما احنا هنشوف ان امام عاشور هو اللاعب الوحيد المختلف. احنا ضغطنا، الكرة وصلت لامام، رقص وعمل الحاجة الوحيدة الغريبة اللي كناش بنعملها، ان احنا نلعب الكرة بعكس الملعب. ما في ايه المشكلة؟ طبعا التصرف هنا ماشي، حسين الحلو اللي لعبها. اعتقد الكرة دي ممكن يكون فيها بنالتي او حاجة، بس يعني ايا يكن دي فكرة ممكن نعتمد عليها.